السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي إن شاء الله تكونوا بخير. جولة في السلاكة كالمعتاد. الحمد لله في ولاية سطيف راهي أمطار غزيرة من البارح وهي تصب، ربي إن شاء الله يزيدها. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. شوفوا الإخوة يعني أحسن المناظر اللي يحب يشوفها المربي في السلاكة تاعو هو كيحط لهم الشوك ويشوف الحساسين تغذى على الشوك، ثم يشوف الحسون على الصورة الطبيعية تاعو. افتقدنا لهذا المناظر، يعني ما عندهاش 15 ل 20 سنة. كان في ولاية سطيف في كل المناطق هذا هو المنظر اللي تشوفوا، وبالصيد العشوائي أدى يعني لانقراض هذا الطائر. الحمد لله يا ربي، أنا دوك نقوموا بالإنتاج تاعو. إن شاء الله ربي يوفقنا يكون إنتاج وفير، ولا ربما نديروا مبادرة إن شاء الله باه نطرقوا فرخ ولا كل مربي إن شاء الله عنده سلاكة ويجيب ربي إنتاج مليح يطلق فرخ في الطبيعة. نعود إن شاء الله نقدر نعودوا نحييو طائر هذا في الطبيعة، نعودوا نتمتعوا به. في الصيف نعيطوا له ثاني المقنين الحسون ونعيطوا له على الشوك، وهاو بالفعل كي تحط له الشوك الحساسين اكل تهبط للشوك تاكل. فراخ الحمد لله كاين فراخ جديده جات خرجت. ها واحد من العش جديد زاد خرج اللي خرجوا تاع عندهم 4 ايام و5 ايام الحمد لله راهم يطيروا. ها من هي في السلكات نعود نقدر. هاو اخوتي التغذيه دائما نتكلموا تغذيه طبيعيه. شوك راس الجمل، الورده البنفسجيه الكبيره، الوردة البنفسجية الصغيرة اللي منها نخرجوا زريعة الشوك، أو الذكر تاع الطفرة. أنا أعرف إخوتي كش ما لقح ولا ما لقحش. وشوف ثاني هذا وبدا دير الوردة الصفراء، هذا ثاني مليح إخوتي. وتيفاف يعني ماذا بكم خاصة دوك في فترة الإنتاج ما تبخلوش عليهم الإخوة. ها ورا مليشان اللي خرجوا الأولين خام في الشجرة. الحمد لله يا رب. ها وشأن الله هنا. الحمد لله يا رب. عندي ثاني العش هذا اللي كانوا فيه 4 فراخ خرجوا منه زوجهم مازالوا زوج اللهنا ممشي يبانوا مانيش نقدم الهاتف، خفتهم يخرجوا والامطار والبروده ماذا بي يقعدوا في العش خير. ها مليشان ها وجان اللهنا. هذا صوت اخوتي الطاووس هو اللي يدير هذا النداء. هاو فرخ الحمد لله يا ربي متعة. ها تشوف الحساسين الامطار. هاو الجهة العلوية الاخوة السقف النصف المفتوح انا مخليه. هاي الامطار هاو كل شيء يصب. هاو حوض الاستحمام مزال. هاو دائما مخليها يسمى. وتلقاو الحساسين تقعد في الجهة المفتوحة هذه حتى تحت الأمطار. هاي تحب تقعد تحت الأمطار. وهذا هو الافونتاج تاع التربية الطبيعية، هو أنه الحساسين تشكل مناعة الحمد لله، يسمى يعود ما يضرهاش البرودة ولا الأمطار ولا الثلوج، يوليو يوالفوا المناخ هذا. ها ورا وجان ثاني الفوق من الجدد. هم عندنا بعض الإناث اللي حاضنة. هاي أنثى حاضنة. ها هي عندها 4 بيضات. كاينة أنثى أخرى ثانية هي لهيه. زدت الإخوة لقيت أعشاش جديدة دخلوا في نهار شريت الأعشاش كانوا مازال ما دخلوش، عجبوني يعني زدتهم لهم. هاهم باهيين فيهم حبة صفصافة منا ومن. هاي اخوتي الحمد لله. والله الحمد لله الواحد يستريح يعني براحة نفسية، يتحس بالراحة النفسية كي يكون قاعد في السلاكات تاعو. اللهم لك الحمد. التطعيم ثاني اخوتي. هاو الخيار والبيض المسلوق، الشوك كالمعتاد.
نتمنى ان شاء الله التوفيق الاخوه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.